ادخلي يا بنت. تعالي. ايه ده مين اللي تدخل دي يا امه؟ الدهب ايه؟ في ايه؟ قولي كده انا هجيب لك بص حقك من حبايبي عينيه. بس هو ايه اللي حصل؟ وانت اللي جايبك في ايه؟ اجي مره واحده يا اخويا لا بينا ولا علينا، التاني جاي ملهوف قوي يلاقي الدهب يلاقي الدهب على طول. مين؟ في ايه؟ عبده. ماله جوزك عايز يقلعك الدهب؟ ما اعرفش، عايز الدهب عشان حاجه تافهه، مش فاهمه اصلا ايه السبب اللي هو لا يا بنت مش تافهه، امه تعبانه يعني قوي واحنا زعلانين والله عشانها وهتعمل عمليه. طب ايه علاقه الذهب بالموضوع؟ هو دلوقتي انت معاكي ذهبك في ايده، اشرحي له. ايه علاقه الذهب؟ ايه علاقه الذهب؟ عايز يبيع الذهب عشان عمليه امه. مش فاهم برضه. ما ايه دخل ده في ده؟ ما اعرفش يعني. هو انت شوف، هو انت قلت اهو حاجه تافهه، بيقول لي ان الدكتور جاله وقال له هو خلال ساعتين لو ما حضرتش الفلوس امك مش هتخش العمليات وهتموت. وانا طبعا قلت له مفيش ذهب هيتباع، افرض حصل في الامور امور يبقى ساعتها يا بنتي تتشرد وتطلع بالهدمه اللي عليها. لا يا حبيبي الذهب ده امان ليها من زمن محققها، وانا بتكلم في غير حقها يا ابني. وافرض اصلا ما كانش الذهب موجود كان هيعمل ايه؟ يتصرف على الاساس ده. نعم، يعني هو كان عايز الذهب عشان يلحق امه؟ ايوه. وانت رفضت؟ ماما اللي قالت له، وبعدين انا سمعت كلامها خايفه عليا. ثواني يا حبيبتي، ثواني بس افهم استوعب. هو عايز الذهب عشان يعالج امه؟ طب انت رفضت ليه؟ علشان خاطر الذهب بتاعي. رفضت ليه؟ علشان يا حبيبي هي مش تعرف تعوض الذهب ده تاني. الله، وافرض حصل في الامور امور. فاكر من سنتين اما قال هيطلعه يتجوز واحده تانية؟ لا يا حبيبي الذهب ده امان ليها. وبعدين ما يروح ياخد من اخواته، ما هم مبسوطين، جاي ياخد مني انا. ناقصه؟ ايه ده بتضربها؟ عندك نقص. اسكتي خالص. اسكت خالص؟ تسكتي خالص ياما، عشان اللي انت عملتيه ده كبير قوي. انا بحافظ على اختك يا عبيط، بحافظ عليها. انت كده خربت ليه؟ يا حلاوه خربت بيتها قال. واما تيجي بقى يا استاذ متطلقه ومعهاش حاجه غير شنطه هدوم هتشيلها انت؟ تطلق يا اختي وتقعد جنبك، ما تستعجليش. تطلق وعايشه بفلوسها. طب امك زمان خسرت ابونا بسبب حاجات زي دي، ما اتعلمتيش؟ هي الست المفروض تبقى سند لجوزها ولا تبقى ضده؟ الراجل لما يجي عليك وهو مكسور ظهره وعايز يقف ويسند امه اللي بتموت، انت تقولوا له ايه؟ تقولوا لا انا مش هينفع اقف جنبك. الامر بيد الله يا علي، الامر بيد الله يا اخويا. ما جاش عمرها هيطول على دهب بنتي. اول مره اشوف ام بتخرب على بنتها، اول مره اشوف ام عايزه خلاص يا علي تتطلق وبيتها يتخرب. علي قول لي اعمل ايه وانا اعمله يا علي. مش هقول لك لو انت مكانها وابويا كان عايز كده، انا عارفك كويس وطول عمرك جحده وما تعرفيش حاجه. يا علي قول لي اعمل ايه وانا هعمله. تعملي ايه؟ لا حول يا رب. لسه هتعملي ده ابنك ده. انت تمشي دلوقتي على جوزك ماشي، وتترجي وتبوسي رجله وراسه وكل حته اللي على الدهب، ولو طلت كمان تلفي له عشان اما الزوجه تبقى سند لجوزها. هلحق قبل العمليه. يبقى امتى الجوزه سند الست؟ مش الظروف اللي زي دي. اما انت تخليك عنده، اما مين اللي هيقف جنبه؟ الغريب؟ اخص عليك وعلى تربيتك. هيخيب بختها. يلا غوري، يلا خليها ترجع لك يا اخويا من غير حاجه. يا شيخه حرام عليك، يا شيخه حرام عليك، ده انت المفروض انت اللي توعي بنتك، مش انت اللي تخسرها بيتها يا شيخه. انت ابني؟ ايوه انا ابنك. ابني ايه براني؟ بدل ما تبقى في صف اختك جاي علينا الخيبه دي. كل ام في البلد دي زيك مش واحده هتعيش على ذمه راجل يوم واحد، يلا تخربي عليها. لا يا حبيبي انا ام واعيه وناصحه وعايزه مصلحه بنتي، ماليش دعوه بحد. جوزها ده لو شافها تعبانه بالليل هيقول لها انا راح اوديك الدكتور اللي يقول لك شوف عليكي، حسيها وانت تعرفي. انا كنت فاكرك ندمت على اللي فات مع ابويا، اتاريكي زي ما انت. الله يرحمه يا اخويا، يوجع دماغنا ويكسر دماغنا، كفايه قرف.